من لا شيء قدروا يوصلوا لكل شيء. من العدم كان ظهورهم، أصلهم أو نسبهم مش معروفين، مش معروف مين أبوهم أو مين الإناث اللي أنجبتهم، مش معروف بينتموا لأي فخر من الأسود. وبالرغم من كده قدروا يعملوا اللي ما قدرش كتير غيرهم إنه يعملوا. الأسدين فريدي وليمبر. غالبا ما سمعتش عن الاسم ده قبل كده. طيب ايه رأيك في تحالف المابوجو؟ أكيد كلنا نعرفه. هتصدق لو قلتلك ان الاسدين الرحالة دول فريدي وليمبر قدروا ان هم يتحدوا اسود المابوجو؟ لا، والادهى انهم كانوا قريبين جدا من انهم يتغلبوا عليهم. ايه قصة الاسدين دول؟ وايه الانجاز اللي قدروا يحققوه علشان يعتبرهم متابعين الحياة البرية من اهم التحالفات اللي ظهرت في حديقة كروجر الوطنية في جنوب افريقيا؟ ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في ارض العجايب. في رحلة النهاردة هنتعرف على الاسدين الرحالة فريدي وليمبر، ونعرف سوا ازاي يتحولوا من مجرد اسدين رحالة مش معروف نسبهم لواحد من اهم تحالفات الاسود في حديقة كروجر الوطنية، وايه قصتهم وعلاقتهم بتحالف المابوجو. بس خلينا قبل ما الفيديو يبدأ افكرك، هكون سعيد جدا لو انضميت لأسرة ارض العجايب واشتركت في القناة، وهكون اسعد لو عملت اعجاب بالفيديو. ويلا بينا نبدأ. التاريخ 22 مارس سنة 2010. المكان المنطقة الجنوبية في حديقة كروجر الوطنية. الحدث ظهور اسدين غير معروف نسبهم عندهم 5 سنين. الاسدين دول زي ما قلت لك ظهروا في المنطقة الجنوبية في كروجر، والمنطقة الجنوبية تحديدا في حديقة كروجر بتمتاز بانها منطقة صراعات كبيرة جدا بين اقوى واهم تحالفات الاسود هناك. يعني بمعنى اصح لو رحنا للمنطقة الشمالية هنلاقي الصراعات اقل بكتير من صراعات السيطرة والهيمنة اللي موجودة في المنطقة الجنوبية في كروجر. لما نركز شوية في المنطقة اللي دخل فيها الاسدين دول هنكتشف ان كان بيحكمها 3 اسود تانيين. ال3 اسود دول كانوا مشهورين باسم طولون ميلز، وكانوا برضو من اهم تحالفات الاسود الموجودة في التوقيت ده. غمض عينك للحظات كده وارسم معايا الصورة في خيالك. اسدين عندهم 5 سنين، يعني لسه ناقصين خبرة في الصراعات والقتال. اسدين من نسب واصل مجهول، يعني ما نقدرش نقول ان هم عندهم جينات لاسود اقوياء. اتجرأوا وظهروا في منطقة بيحكمها تحالف اسود مكون من 3 اسود بالغين عندهم خبرة وليهم شهرة كبيرة بين تحالفات الاسود التانية. المنطقي والطبيعي ان تقوم معركة كبيرة جدا بين ال5 اسود، واللي احتمالية فوز ال3 اسود اللي باسم طولون ميلز اكبر بكتير من فوز الاسدين فريدي وليمبر. خد اول مفاجأة في فيديو النهاردة. طولون ميلز اللي مكونين من 3 اسود سابوا المنطقة تماما. والله زي ما بقولك اتخلوا عن منطقتهم لصالح الاسدين فريدي وليمبر. ايه السبب في ده؟ الله اعلم. وبكده قدر الاسدين فريدي وليمبر يظهروا ويمدوا نفوذهم للمرة الاولى ويسيطروا على جزء من المنطقة الجنوبية في حديقة كروجر. لك ان تتخيل ان اسد من الاسدين دول والمعروف باسم ليمبر اصلا ما كانش سوي بدنيا بالشكل الكامل. لو ركزت شوية في مشيته هتلاحظ انه بيمشي وكأن عنده رجل من الرجلين بتعرج. يعني فعلا القصة تضحك، اسد بيعرج واسد الى حد ما بصحته قدروا يسيطروا على منطقة نفوذ 3 اسود اقوياء وبالغين وبدون معركة. وبالرغم من كده كان في ميزة كبيرة بتميز الاسدين فريدي وليمبر، وهي ان احجامهم او اجسامهم كانت ضخمة تنم عن اسدين اقوياء بشكل كبير. المهم علشان ما اطولش عليك، نجح فريدي وليمبر ان هم يسيطروا، وكمان نجحوا ان هم يسيطروا على قطيع اناث جديد، او بمعنى اصح هو قطيع الاناث الاول اللي سيطروا عليه في حياتهم بالكامل. قطيع الاناث ده كان مشهور باسم قطيع اناث تشارلستون. وبعد ما سيطر عليهم فريدي وليمبر وقتلوا طبعا كل الاشبال، قدروا ان هم ينجبوا منهم اشبال كتيرة جدا. الا ان النقطة اللي جاية مفاجأة وغريبة جدا. فريدي وليمبر بدل ما يفضلوا الاستقرار وسط قطيع الاناث اللي سيطروا عليه، في شهر اغسطس سنة 2011 قرروا ان هم يرتحلوا لمنطقة جديدة في الجنوب. مش كده وبس، قرروا ان هم يلاحقوا قطيع اناث جديد. ولك ان تتخيل مين قطيع الاناث ده؟ ده قطيع اناث سلالة برايد، القطيع القوي واللي مكون من لبؤات كتير، واللي ليهم صولات وجولات في عالم الاسود والتصدي لهجمات الذكور. ليمبر كان جريء قوي الحقيقه، وليمبر ده اللي بيعرج عايز اقولك. وبالمناسبه ده سبب تسميته بالاسم ده. وزي ما قلت لك علشان كان شجاع ومندفع، ما صبرش حتى لما اخوه يروح معاه الهجوم، وهجم بشكل مفاجئ على لبؤات اناث سلالة برايد.
الا ان قطيع الاناث القوي زي ما قلت لك قدر انه يتصدى لهجومه وهزمه اشر هزيمه، لكن لحسن حظه ما قدروش يقتلوه وهرب بسلام. الا انه بعد يومين اصراره الكبير خلاه يجيب اخوه ويروحوا يهجموا تاني على اناث سلاله برايد. في التوقيت ده بقى كانوا الاناث مشغولين بصيد جاموسه، او فعليا هم كانوا اصطادوها اصلا، ويا دوب لسه بيجهزوا وجبه الاكل بتاعتهم اتفاجئوا بهجوم الذكرين فريدي وليمبر، واللي في التوقيت ده ما هجموش على الاناث، دول دخلوا بمنتهى الاريحيه وسيطروا على الجاموسه اللي اصطادوها الاناث وبداوا ياكلوا. ده بداوا ياكلوا قبل ما اناث سلاله برايد نفسهم يدخلوا ياكلوا. وفي مشهد غريب كل الغرابه عن الحياه البريه بترضخ اناث سلاله برايد للامر الواقع، وبيقبلوا بسيطره فريدي وليمبر عليهم وبيخوضوا معاهم العلاقه العاديه وبيخلفوا منهم اشبال كتير. وبكده نجح فريدي وليمبر الاسدين الاقوياء والمباغتين انهم يسيطروا على واحد من اهم قطعان الاناث في حديقه كروجر بالكامل. الا انه في شهر ابريل من سنه 2012 ظهر للاسدين فريدي وليمبر اهم واقوى تحدي في حياتهم. في الحقيقه التحدي ده كان عباره عن هجوم او ظهور اسدين جداد ممكن يهاجموهم في اي وقت. لما اقول لك ظهور اسدين عاديين فيبقى مجرد تحدي، انما لما اقول لك ان الاسدين اللي ظهروا دول هم اخر اسدين من تحالف المبوج القوي والشهير، هنا لازم تقلق. طب عايز الاتقل؟ الاسدين دول حتى ما كانوش مجرد اي اسدين في تحالف المبوجو. خد عندك الاسد ماكولو صاحب ال 14 سنه، وده عمر قياسي عايز اقول لك في عالم الاسود، مع اخوه بريتي بوي، واللي كانوا لسه خارجين او متنقلين لمنطقه الاسدين ليمبر وفريدي بعد موت اخوهم مستر تي على ايد سلاتي ميلز. فاكر انت القصه اللي حكيناها في حكايه مستر تي؟ لو مش فاكر ارجع للفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في الفيديوهات المقترحه او البطاقات اللي فوق. طبعا انت متشوق دلوقتي تعرف ماكولو عمل ايه مع الاسدين فريدي وليمبر. طيب خلينا قبل ما نكمل الفيديو افكرك، هكون سعيد جدا لو عملت دلوقتي اعجاب بالفيديو، وهكون اسعد لو انضميت لاسره ارض العجائب واشتركت في القناه. ودلوقتي يلا بينا نكمل. في التوقيت ده لما ظهر الاسدين ماكولو وبريتي بوي للاسدين فريدي وليمبر، كانوا فريدي وليمبر عندهم 7 سنين، يعني مقارنه بماكولو ومستر تي انت بتتكلم عن 0 على الشمال. وتبدا المناوشات ما بين الاربع اسود لحين اليوم الحاسم. اليوم الحاسم ده صحي حراس محميه كروجر على اصوات زئير وزمجره، وكأن في حرب قامت في المحميه. هي في الحقيقه كانت حرب، بس حرب ما بين الاسد ماكولو اللي فقد كل اخواته من تحالف المبوجو باستثناء بريتي بوي مع الاسدين الطموحين والشابين فريدي وليمبر. وفي صباح اليوم التالي للهجوم او المعركه، حراس المحميه ما عثروش غير على اسدين، الاسد بريتي بوي من ناحيه تحالف المبوجو، والاسد فريدي من ناحيه تحالف فريدي وليمبر، واللي كان موجود في مكان قريب من مكان العثور على الاسد بريتي بوي. كده لسه ناقصنا اسدين، ويعتبروا هم القاده في الحقيقه. الاسدين دول هم ليمبر وماكولو. ساعات تعدي وتفوت ولا ليمبر ولا ماكولو ظهروا. ومعلش خليني برضه اقف وقفه جديده واسالك قبل ما نكمل الفيديو، تتوقع مين اللي يرجع من المعركه القويه دي ومين اللي ما يرجعش؟ الاسد ليمبر الشاب الطموح القوي، ولا الاسد ماكولو صاحب ال 14 سنه اللي برغم الوصول لمرحله عجز كبير الا انه لسه محتفظ بخبرته وشجاعته في القتال بحكم المعارك الكبيره اللي خاضها؟ احب اسمع رايك في التعليقات. ودلوقتي خلينا نكمل. في الحقيقه وعلى عكس توقعي الشخص انا، الاسد اللي رجع هو الاسد ليمبر. صحيح انه رجع مصاب باصابات كبيره جدا لدرجه انه كان ماشي بلا عافيه، الا ان هو اللي رجع. اما عمنا ماكولو فلحد اللحظه دي ما رجعش. لا، قبل ما تحط نقطه على الجمله اللي انا قلتها لك دي استنى عشان محضر لك مفاجاه. بعد 15 يوم بس من ظهور الاسد ليمبر من جديد اتوفى. مات، ومات متأثر بجراحه اللي نتجت من معركته مع الاسد ماكولو. لسه المفاجأة ما كملتش. الاسد ماكولو بعد موت ليمبر بايام رجع من جديد لبريتي بوي. ايوه زي ما بقولك، حتى القصة دي كنا حكيناها بس ما ذكرناش اسم ليمبر. ماكولو رجع وظهر للحراس وكأنه شبح بيظهر بين الاسود بالمعنى الحرفي علشان ينضم على اخوه بريتي بوي، في حين ان الاسد فريدي هو اللي اصبح لوحده. وفي مفاجأة مدوية الاسد ماكولو بياخد اخوه بريتي بوي وبيغادروا المنطقة وبيسيبوا فريدي في حاله. الله، يعني انت كنت رايح تهاجم ليمبر بس؟ سلوك غريب وعجيب وغير مفسر في عالم الاسود. بعد فترة من تواجد الأسد فريدي لوحده وسط تحالف الإناث، ظهر له تحالف جديد باسم ساند ريفر ميلز، وده كان تحالف مكون من أسود شباب، وكان متوقع إن هما يقتلوا فريدي في أي وقت. إلا إنه وبشكل مفاجئ الأسد فريدي قدر إنه ينتصر على تحالف ساند ريفر ميل بس بمعاونة قطيع الإناث، وفضل محافظ على ملكه وسيطرته لحد شهر يوليو سنة 2013 تحديدا يوم 3. ظهر له أسدين جداد اسمهم سولو وكليو، ودول كانوا أسدين شباب وغير معروف نسبهم أو أصلهم. وبعد فترة كبيرة من حياة للأسد فريدي في خوف وترقب من هجوم الأسدين دول عليه، الحظ خدمه والصدفة خدمته لما سلاتي ميلز ظهروا في يوم 16 يناير 2014 وهجموا على الأسدين دول.
والنتيجة كانت قتلهم للأسد كليو، في حين ان الأسد سولو هرب وبأعجوبة. المفاجأة الكبيرة اللي حصلت في التوقيت ده ان الأسد فريدي انضم على الأسد سولو وشكلوا تحالف. ايوه، الاسد سولو اللي كان من شويه مشكل تهديد لفريدي بعد ما اخوه كليو مات على ايد سلاتي ميلز، واللي برضه عملنا لهم فيديو عندنا على القناه هنا، شكلوا مع بعض تحالف، وبفضل تشكيلهم للتحالف ده قدروا يحموا القطيع لحد شهر فبراير 2015. وانا بقول لك التاريخ ده تحديدا لان ده الشهر اللي حراس المحميه حضروا المعركه الكبيره اللي قامت ما بين الاسدين وما بين تحالف تشارلستون ميلز القوي، وده واحد من اقوى تحالفات المنطقه، واللي ان شاء الله هنعمل عنه فيديو مستقبلي. اخيرا وفي نص شهر فبراير حراس المحمية عثروا على جثة الاسد فريدي مرمية على طرف البحيرة ومغطاة بالدم ومليانة اصابات عديدة نتجت عن معركته مع تشارلستون ميلز. علشان بكده يتكتب السطر الاخير من قصة حياة الاسدين فريدي وليمبر اللي قدروا يقفوا في وش اقوى التحالفات في مملكة الاسود، واللي لحد النهاردة لسه ما نعرفش نسبهم او السبب الحقيقي في وراثتهم للشجاعة الكبيرة دي. وفي الاخير اتمنى يكون الفيديو عجبك، تكون استفدت بمعلومة جديدة، هكون سعيد جدا لو انضميت لأسرة ارض العجائب واشتركت دلوقتي في القناة، وهكون اسعد لو عملت اعجاب بالفيديو.